السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام ومتابعينا من جميع دول العالم. أسعد الله أوقاتكم جميعا بالخير. طبعا موضوع حلقتنا النهارده هنتكلم على الجار الجغرافيا وإيه هي العمليات اللي هنقوم بيها على الجار الجغرافيا خلال الفترة ديت أو خلال شهر 7. وإزاي اللي أنا أقدر أتلاشى ارتفاع درجة الحرارة وأحافظ على شجرتي إن هي يعني ما تتأثرش بدرجة الحرارة. طيب عشان أعمل ده كله المفروض إن في عندي بعض العمليات اللي أنا هقوم بيها. زي ايه العمليات؟ اول عمليات هقوم بيها هي عمليات الري. المفروض ان انا هقرب فترات الري بحيث ما تكونش فترات متباعده، بتكون فترات متقاربه. ودي طبعا عشان احنا عارفين شجره الجوافيه بتعوز نسبه رطوبه او بتكون نسبه ايه، يعني بتحب نسبه رطوبه او يعني تكون الاراضي طينيه محتفظه بالمياه. وطيب دي ليه احنا هنتكلم او الارض اللي هي لازم تكون محتفظه بالمياه خلال الفتره ديت، او ازاي ان انا اقرب فترات الري. طب احنا ساعه درجه الحراره لما بترتفع معانا او بتكون عندي نسبه درجه حراره عاليه، النبات بيحصل له عمليات التبخر. وعمليات التبخر ديت بتحتاج ان هي بتخلي النبات يرهق نفسه ويقوم بايه، يعني بعمليات النتح بكميات كبيره جدا. ودي طبعا بيؤثر على النبات، لان النبات طبعا لما ما فيش محتوى مياه او منسوب مياه معين موجود في الاشجار، طبعا عندي هنا هتتاثر الاشجار طبعا بارتفاع درجه الحراره اللي احنا ملاحظينها خلال الفتره ديت او نسبه ارتفاع درجه الحراره. طيب عملنا الري، المفروض ان انا ههتم الفتره ديت طبعا بالتسميد البوتاسيوم لاشجار الجوافيه. سواء ان انا كنت هرشه او هضيفه في التربه. لو هضيفه في التربه طبعا هضيف معدل حوالي 100 كيلو او 75 كيلو بوتاسيوم. يعني بننصح ب 6.43 بتكون المعادله بتاعته متناسبه كويس مع اشجار الجوافه خلال الفتره دي. وان هو طبعا هيعمل معايا هيضخ معايا او يخلي الشجره معايا ان هي تقاوم الاجهاد الحراري اللي احنا فيه. طيب المفروض ان انا هبدا تسميد الكالسيوم بعد الريه ديت. يعني ريه بالبوتاسيوم، الريه الثانيه هحاول اضيف نترات الكالسيوم طبعا معدل 50 كيلو جرام لكل فدان. دي بكده بالنسبه للتربه. طيب في عندي رش تاني هقدر اعمله على الشجره، او هي الرشات المهمه اللي انا اعملها على الشجره خلال الفتره ديت. طيب اول شيء هاخد بالي من درجه الحراره. عندي نسبه درجه الحراره عاليه ومرتفعه، اول شيء عندي هحافظ على الثمار ان هي الشمس ما تحاولش ان هي توصل لها. طيب ده اعمله ازاي؟ في بعض الاخوه بتقوم بعمليات التجليم او تفتيح حجر اشجار الجوافه خلال الفتره ديت. انا ما بنصحش ان انت تقوم خلال ارتفاع درجه الحراره او في الوقت ده ان انت تقوم بخف السرطانات في داخل الشجره وتهوي الشجره، لان لو هويتها طبعا هعرض الثمار للشمس، ابتدى عندي الثمار تتلسع او الشمس تاثر عليها. طيب افرض انا هويت وعملت وجلمت وسويت الحاجات دي كلها، مفيش بدائل ثانيه؟ في بدائل ثانيه. في بعض المزارع بتكون بعمل احنا عارفين الصوب والقماش اللي بتحط على الصوب. طبعا ممكن في بعض المزارع بتكون بالتغطيه. طبعا ديت الشبك دي طبعا للتظليل طبعا مكلف. بالنسبه لي انا مزارع عندي فدان او فدانيين في كلفه جامده فعلا لان الحاجات ديت غاليه. طيب البدائل ايه؟ حاول ارش سيليكات البوتاسيوم بمعدل رتل لكل 600 رتل مياه، او اضيف بوتاسيوم عادي لو انا ما عنديش الحاجات ديت، بحيث ان هي تدافع معايا على الشجره او تكون بعمل طبقه عازله عن الشجره وتفك معايا عمليه الاجهاد الحراري. دي كده بالنسبه لايه؟ ازاي احافظ على درجه الحراره. طيب مفيش حاجات تانية اعملها؟ لا في. المفروض ان انا هرش حشري، لان الذبابه خلاص يعني انا كلها 5 ايام هتبتدي عند ثمار الجوافيه اللي هي تنزل فيها الذباب. طيب هبدا طبعا الرشات اللي بنتكلم عنها طبعا المفروض دي احسن وقت اللي انا هرش فيه ماده الاميدا كلوبرايد. ودي طبعا هضيفها بمعدل 300 سم لكل 600 رتل مياه، واحاول اضيف معاها زيت نباتي بمعدل رتل لكل 600 رتل مياه، عشان لو عندي بطنيه لو عندي عسليه او عندي عفن هبابي عشان ازيل الحاجات دي كلها. واحاول انضف شجرتي طبعا قبل ما اخش على الموسم، لان مش هقدر ارش الاميدا او ارش الزيوت خلال فتره الجنب. وطبعا يا رب نكونوا فدناكم بحلقه اليوم، وما تنسوناش طبعا بلايك ودعمكم في القناه حتى يصلكم منا كل جديد. وانتظرونا في لقاءات اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.